يبدو أن مسلسل غياب النجم الصاعد فارس شيبي عن المنتخب الوطني في عهد بيتكوفيتش سيتواصل أمام شروط هذا الأخير وصرامته. وكشفت الصحافة الألمانية مستجدات جديدة تهدد لاعب أينتراخت فرانكفورت بالغياب مرة أخرى للمعسكر الثالث على التوالي، وهو الذي خلف إقصاءه غضبا لدى فئة واسعة من الجزائريين. وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وترك تعليق ليصلكم الجديد فور نشره. إذا كلام كثير أثير حول الخلاف بين بيتكوفيتش وشيبي بسبب احتجاج هذا الأخير على تغييره المبكر في مباراة الجزائر وبوليفيا الودية شهر مارس الماضي، ولم يخرج أي طرف لتوضيح الأمور. وزادت متاعب شيبي في الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الصحافة الألمانية، حيث انتقدته صحيفة أينتراخت شو المحلية وقالت إنه لم يقدم المستوى الذي أدخله لأجله المدرب في لقاء فولسبورغ الأخير، هذا إلى جانب البطاقة الصفراء المجانية التي حصل عليها بعد تدخله بالمرفق على لاعب الفريق الخصم وتفويته على فريقه فرصتين كانتا يمكن أن تكونا خطيرتين لولا تردده. ويبدو أن شيبي الذي فقد مكانته الأساسية وجلس بديلا لجولتين سينتظر لفترة أخرى، وسيكون الوضع الذي يمر به ابن الجزائر سببا في غيابه مرة أخرى عن المنتخب الوطني وتربص أكتوبر أمام شروط بيتكوفيتش وصرامته في استدعاء اللاعبين الجاهزين فقط. ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا بتعليق أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.